بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد. سلام الأغلى وأجمل متتبعات على قلبي، إن شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية وانتم قاعدين تشاهدوا معايا في هذا الفيديو تاعنا اليوم اللي جيت نطلع لكم فيه. وكالعادة ما جيتش بيديا فارغين، جبت لكم معايا وصفة تقليدية مميزة، وصفة قسنطينية بامتياز، وتكون دايما عروسة الصينية القسنطينية اللي ما نقدروش نستغناو عليها، واللي هي طمينة اللوز. اليوم راني جيت وحبيت اني نشاركها معكم بكامل التفاصيل تاعها. تابعوا معايا الفيديو الاخير وباذن الله كامل راح توليو دي بروفيسيونيل في الطريقه تاع التحضير تاعها. بالنسبه للمقادير نحتاجو فيها 3 كيلات من اللوز، نص كيلة تاع الماء ورد، نص كيلة تاع الحليب، كيلة ناقصه صبع من السكر العادي، وملعقه كبيره من الزبده تاع البقرات. الزبده تاعكم لازم تكون الزبده الطبيعيه ولا الزبده تاع البقرات. نبداو على بركه الله في طريقه التحضير تاع طمينه اللوز. تبعوا معايا بالتفصيل هكا باش باذن الله كما تجربوها راح تنجحوا فيها. السر تاع طمينه اللوز تاعكم هي طريقه الطياب تاعها، ودكا رانا راح نشرحوا كلش بلي ديتاي. اول حاجه لازم النار تاعنا لازم تكون دليله خلاص. ادل النار عندكم هذيك هي اللي رايحين تخدموا بها. تجيبوا الكاسرونه تاعكم تاني لازم تكون ثقيله، تضيفوا فيها النص كيلة تاع الحليب والنص كيلة تاع الماء ورد، تضيفوهم في الكاسرونه وتضيفوا لهم الملعقه تاع الزبده. بالنسبه للملعقه تاعنا تاع الزبده تاع البقرات راح تكون حوالي 50 غرام. مجرد انها تذوب لنا الزبده رايحين نبداو نضيفوا السكر. الحاجه اللي نقولهكم ليها الخليط تاعنا لازم ما يغليناش، كيما نضيفوا النص كيلة تاع الماء ونص كيلة تاع الماء ورد والملعقه تاع الزبده رايحين نبقاو نخلطوا فيه. بمجرد انها تذوب لنا الزبده رايحين نضيفوا الكيلة ناقصه الصبع تاع السكر العادي ونبقاو تاني نخلطوا، وتبقى النار تاعنا دليله. لازم الخليط تاعنا ما يغليناش خلاص، نبقاو نخلطوه حتى يذوب لنا السكر. كيما نحسوا به باللي داب لنا راح نضيفوا الكميه تاعنا تاع اللوز. والحاجه الثانيه اللي نقولكم ليها هي الملعقه اللي تخلطوا بها. لازم الملعقه تاعكم تكون لكم تاع الحطب كيما قاعدين تشاهدوا معايا في الفيديو. بعد ما يذوب لكم هذاك السكر وتحسوا به باللي داب لكم راح تضيفوا 3 كيلات تاع اللوز تاعكم. اللوز لازم تشريوه ذو جوده عاليه، اللوز تاعكم لازم يكون جديد ما هو فيهش هادوك لي غريمو. لازم تاني يكون لكم اللون تاعو مليح هكا باش تحصلوا على طمينة اللوز اللي تكون لكم بساس. بالنسبة للطريقة تاع التطمان تاعها ولا تاع العجن تاعها راحين في كل مرة تبقاو تخلطوا كامل هذاك اللوز بالطريقة اللي راكم تشاهدوها معايا في الفيديو، وتعجنوه مليح بالطريقة اللي شاهدتوها معايا. في كل مرة تهزوه كامل وتخلطوها مليح، تبقاو تخلطوا فيها حتى نطيب لكم. انا لهنا هاد الكميه تاعي 500 غرام من اللوز راني بقيت معاها ونطيب فيها لمده 45 دقيقه حتى ولات تتنحى لي من كامل لي بور ولا كامل الجوانب تاع الكاسرونه تاعي، تعود ما تلصق لكمش هي وحدها تعود تطير. كيما تشوفوها باللي عاد تطير لكم وحدها وتعود ما تلاصق لكمش خلاص، لازم باه تنحيوها وتعرفوها باللي سيبون راهي طابت لكم. وتاني زيدوا جربوها، هزوا كميه منها وحطوها في يديكم وشكلوها على شكل كريه. لكن لقيتوها باللي سيبون عاد ما تلاصقش اعرفوا باللي طمينة اللوز تاعكم سيبون راهي طابت لكم. جيبوا بابي كويسون توضعوا فيه الكميه تاعكم تاع طمينة اللوز اللي كنتو طيبتوها مليح. لازم تعود ما تلاصق لكمش في الجوانب كما شاهدتوا معايا. طمنوها مليح تبقاو تعطيوها راحتها في الطياب، على خاطر السر تاع طمينة اللوز ماهوش في المكونات. كما شفتوا معايا المكونات راهم ساهلين، لكن السر تاعها هي طريقة الطياب تاعها. لازم طمينة اللوز تاعكم طيب لكم على نار دليله. تبعوا برك كامل لي زاسيوس وباذن الله راح تنجحوا فيها. بعد ما طيب لكم كما شاهدتوا معايا راح نجيبوا بابي كويسون توضعوا فيه هذيك الكميه تاع طمينة اللوز اللي كنتوا طيبتوها وطمنتوها مليح. راح توضعوها وتبداو تبردوا فيها بالطريقه اللي شاهدتوها معايا. تبقاو تلموا عليها في البابي كويسون حتى تبرد لكم وتعودوا تقدروا تستحملوا السخانه تاعها في يديكم. راح تشكلوها بالطريقه اللي شاهدتوها معايا. بعد ما تشكلوها راح تغطيوها بابي فيلم
وتخليوها تبات لكم لمدة ليلة كاملة. بعد ما نخليوها تبات لنا لمدة ليلة كاملة راح نجي ونديروا لها السكر الناعم. بالنسبة للطريقة تاع السكر الناعم تاني تبعوها معايا هكا باش ما يطير لكمش هذاك السكر الناعم وتبقى لكم جديدة وفي هذاك السكر الناعم تبان باللي راكم في هذيك الدقيقة وين خدمتوها. راح نجيبوا البابي كويسون تاعكم تغربلوا فوقو كمية مليحة من السكر الناعم، توضعوا فوقو الطبقة تاع طمينة اللوز تاعكم اللي خدمتوها واللي خليتوها ارتاحت لكم لمدة ليلة كاملة، وتزيدوا تغربلوا فوقها بالسكر الناعم بالطريقة اللي شاهدتوها معايا. بعد ما تغربلوا فوقها السكر الناعم راح نجيبوا بابي فيلم ولا ساشي اي حاجة عندكم توضعوها فوق السطح تاع طمينة اللوز اللي كنتو وضعتو فوق السكر الناعم، وتبداو تعقبوا عليها الحلال هكا باش تلصق لكم هذيك الطبقة تاع السكر الناعم وتشربها طمينة اللوز تاعكم. وتزيدوا تعقبوها هكا تحكوها مليح بيديكم، ومن بعد تزيدوا تنحيوا هذيك الساشي ولا البابي فيلم وتزيدوا تجيبوا الصفايه ولا اللي راحين تغربلوا بها السكر الناعم تاعكم وتعاودوا ديروا طبقه اخرى من السكر الناعم، وراح تبقى لكم طمينة اللوز تاعكم جديده تبان هذاك وين خدمتوها. والسكر الناعم ماهيش راح تشربه لكم على خاطر سي ديجا اي شرب الطبقه الاولى. راحين ننتقلوا لطريقة تقطيع تاع طمينة اللوز تاعنا. راحين نستعينوا بالمسطرة هكا باش يجيونا كامل الحبات تاعنا قد بعدهم نوضعوا المسطرة ونقطعوا الجانب ولا الحواف تاعنا راحين نقطعوهم، ونبداو في كل مرة نحدوا بالمسطرة باه يجيونا كامل الحبات تاعنا قد بعدهم. الحاجة اللي نقولكم ليها كما شاهدتوا معايا انا كما حددت بالمسطرة ما نوضعهاش فوق السكر الناعم هكا باش ما يفسدليش السطح تاع طمينة اللوز تاعي. ومن بعد تزيدوا ديروا الحبات تاعكم بالطريقه اللي شاهدتوها معايا. انا بالنسبه للعرض تاع الحبه تاعي درتها على قد المسطره تجيني الحبه تاعي متقونه متحوفه ما شاء الله عليها. حاجه اللي نقول لكم ليها في طريقه التقطيع كيما تكونوا قاعدين تقطعوا بالموس تاعكم راحين تهبطوا ديريكتومون ما تبقاوش تذبحوا فيها. والحاجه الثانيه كيما تكونوا قاعدين تقطعوا في كل مره تقطعوا لازمكم تمسحوا الموس تاعكم ويكون لكم نظيف هكا باش الحبات تاعكم كيما يتقطعوا يجيوكم بالساف يجيوكم على الكيف وتجيكم الخدمه تاعكم متقونه ونظيفه. وكانت هذه هي الوصفه تاعنا اللي باذن الله ان شاء الله تكون نالت اعجابكم وتكونوا استفدتوا منها وتبعوا كامل لي ديتاي. حابة تتواصل معايا ولا تستفسر على اي حاجة راح نخلي لكم رابط صفحتي للفيسبوك ورابط صفحتي للانستغرام في تعليق مثبت. ولا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش دعموني بجيم واشتراك وتبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي تحبوهم وتخليوا لي في التعليقات ارائكم. ما بقى لي غير نقولكم مع السلامة صحة سحوركم.